يا مساء الفل عليكم. تعالوا بينا هنعمل اجمد طبق كشري بطريقه المحلات. حلو جدا. شفت محل بيصور مع اعلامي وبيصور طريقة الكشري وقال عليها بالظبط. اول حاجه كده قطعت معايا بصل عباره عن جوانح كده، وهرش عليه رشه ملح بسيطه، وفي زيت هبدا ان انا انزل البصل بتاعي وهسيبه ان هو ياخد لون، يعني حسب ما انت بتحب اللون. عايزاه غامق، عايزاه فاتح، اللي انت حباه عادي اعمليه. اهو قرب ياخد معايا اللون. هو كده خلاص هبدا ان انا اطلعه على مصر واسيبه عشان يحرمش كده. بعد كده المكرونه المفروض يبقى مكرونه اللي هي اصغر من دي شويه، بس دي الموجوده. عملتها مع مكرونه اسباجيتي، قطعتها صغير كده وبسيبهم شويه كده، باخد عليها شويه من زيت البصل وبلفها فيها. كمان باخد شويه من زيت البصل عشان احمر فيه برضو الشعريه بحمرها بخليها توصل للون ده كده، وبعد كده بشيلها في طبق على جنب. يبقى احنا كده بنجهز خطواتنا واحده واحده. شلنا اهي الشعريه في طبق لوحدها بعد ما اخدت اللون الجميل ده. بعد كده عندي في حله حطيت العدس بتاعي دوت، اصلا انا ببقى سلقاه وحطاه في الفريزر. لو انت ما عندكيش يبقى تحط العدس في ميه وهتسيبيه يستوي، يعني بصوا، يعني 3/4 سوا كده. اول ما يوصل معاكي ل3/4 سوا كده، انا ببدا ان انا اشيل الريم اللي عليها من فوق، وبكون غاسله كوبايه من الرز بنزلها على العدس، وتكون الميه كتير جدا. انا مش عايزه مقدار ميه معينه، ولا هو مقدار كوبايتين على الكوبايه والكلام ده. لا، انا عايزه ميه كتير جدا تبقى، يعني بصوا، مغطيه الرز والعدس كتير، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هسيب الرز ان هو يتسلق. اول ما يتسلق يعني بصوا يعني سلقه الا ربع كده، هقوم جايبه الشعريه اللي احنا لسه محمرينها وهنزلها فوق الرز والعدس بالطريقه دي كده. مش هكمل بالظبط 5 دقايق وهاخد كل الكلام ده كده. هيكون الرز استوى طبعا، حطيت له ملح وكمون ورشه صغيره فلفل اسود ورشه صغيره كزبره، وبعد كده صفيتهم. هو السخونيه بعد كده هتسويه مع نفسه، ولا ايه، اوعي تغطيه وانت بتسلقيه، واوعي تغطيه بعد ما تصفيه. هنا بقى علشان نعمل الصلصه، جبت شويه من زيت البصل، حطيت عليهم توم وحطيت عليهم فلفل احمر. واول ما بداوا كده ان هم يتحمروا معايا، هحط عليهم رشه كزبره وشويه من المرقه، وبعد كده وكمان شويه من السكر. وهجيب شويه خل كده، معلقتين كده حلوين، وبعد كده اطفيها بيهم. بتشمي بقى ريحه خطيره. بعد كده هحطهم على الصلصه. تمام، كل ده احنا بنستخدم زيت البصل معانا من الاول خالص. اهو حطيت هنا الخل، بيديكي طعم حلو جدا هو والسكر. بعد كده هحطهم على الصلصه عندي اهيت اساسا متسبكه، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. وهنا كمان هعمل الدقه، حطيت شويه توم وفلفل برضو بس ما يتحمروش قوي، وهنزل عليهم بربع كوبايه من الخل وربع كوبايه من الميه، او كوبايه من الميه على حسب الطعم انت بتدوقي. حطيت كمان رشه كزبره ورشه كمون ورشه ملح. دوت كده معايا دقة التوم. يبقى احنا هنا عملنا الصلصة، وعملنا الرز والشعرية والعدس والمكرونة. وهنا عملت اهوت الدقة بتاعتي وملحتها، وحطيت كمان عليها عصرة نص ليمونة، وحطيت نص ليمونة تاني على الصلصة بتديها طعم حلو جدا. وهنا اهوت هبدأ ان انا اصب معاكم اهوت الدقة بتاعتها، طعمها خطير جدا جدا جدا. لو لقيتي طعمها لاذع شوية من الخل زوديها مية، بتظبط وبتبقى حلوة قوي. هنا بقى شويه كمان برضو من زيت البصل، ونزلت عليهم كده معلقه كبيره من الشطه، وهقلبها كده لحد ما لونها يغمق زي ما انتوا شايفين شويه كده. بعد كده هاخد عليها كبشه من الصلصه، وهزود عليها معلقتين من دقة التوم اللي احنا عملناها، وهزودها شوية مية صغيرين. وبكده تبقى معايا كمان الشطة بتاعت الكشري برضو جاهزة معانا. نبدأ بقى ان احنا نطبق الطبق بتاعنا. عايزة اقول لكم اجمد طبق كشري هتعمليه، جميل جدا وفعلا طريقة المحلات بالظبط. انا شفت الطريقة ديت محل يعني كبير بيعملها وبيصورها مع اعلامي، فانا يعني ما كدبتش خبر وقلت لازم اعملها علشان نشوف طريقة المحلات بره. حتى هتلاقوا بصوا الشعرية واخدة نفس اللون اللي بيكون في المحلات بره، غير اللي احنا بنطبخها مع الرز العادي اللي احنا بنعمله. هتلاقوا كده لون الشعرية زي ما احنا بنجيبها من بره بالظبط. والعدس كمان عايزة تكتري كمية العدس عن كده تمام، بس انا عارف بينقوه من الاكل فما بكترش منه قوي. تمام. وهنا اهيت المكرونة بتاعتي الجميلة، وكمان معايا الدقة بقى والشطة وكل الكلام دوت. نظمت الطبق بتاعك، حطيت شوية من الرز والعدس والشعرية، فوقهم شوية من المكرونة، وكمان فوقهم شوية تاني من العدس والرز والشعرية، وحطيت شوية من البصل. عايزة افتح من كده، طلعيه بدري.
وكمان هنحط فيهم شويه كده من الصلصه والدقه والشطه، واحلى طبق كشري هتاكليه من ايدك وموفر. يعني بره دلوقتي الكشري الطبق الواحد بقى بيبدأ من 20 جنيه. طبعا مش هيأكل طفل صغير، انت هتعملي بقى حلة كبيرة عندك. انا مستخدمة تقريبا يعني ممكن يكون يعني اقل من نص كيلو مكرونة وكوباية رز واحدة، والعدس هو شوية صغيرين كده كانوا عندي في الفريزر. فيعني هو ما بتستخدميش حاجات كتير، هي يعني موفرة، يعني هي موفرة جدا في البيت. هنا اهي الشطة والصلصة والدقة. وبصي بقى دوقي احلى طعم لاحلى طبق كشري في الدنيا، وما بياخدش وقت ابدا. قلبي بقى كله في بعضه كده بقى واستمتعي بالجمال. شايفين يا جماعه؟ انتوا طبعا المكونات بتتحكموا فيها بمزاجكم بقى، عايزين شعريه اكتر، عايزين عدس اكتر، عايزين يعني اي حاجه. ممكن تسلقوا شويه عدس على جنب برضو للي عايز يزود مثلا كماله كده على جنب لوحده. تمام. برضو انا حاطه بصل اهوت برضو على جنب لوحده. الدقه لوحدها دي حوار حوار. ولو اتبقى منك حاجه حطها في الكيس كده وحطها في الفريزر، بتنفع معاكي برضو في اي وقت، هي والشطه. وكمان الصلصه كذلك. طعمه روعه بجد يا جماعه، جربوه هيعجبكم جدا. ده بصوا شايفين الرز مفلفل وتحفه. ده رز مسلوق يا جماعه، احنا ولا حطينا عليه زيت ولا حطينا عليه اي حاجه خالص. عايزه تحط له في الاخر شويه زيت من من زيت البصل اللي احنا عملناه، مفيش اي مشكله. دي هي الدقه والشطه والصلصه. جربوه هيعجبكم جدا بامر الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.